السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. ازيك يا حبيبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل لكم ملوخية وبطاطس مطبوخة. أول حاجة هنحط البصل، هنقلبها عليها، مم. هنشوح البصل، وبعد شطورة كده ما هنحطها شاء الله. بعديها. ها، استنوا هجيب لكم القطة دلوقتي. وبعد ما شوحنا البصل بعد حطينا كده القوطة. حطينا القوطة بقى نسيحها، عشان ايه؟ كانت في الفريزر. كانت في الفريزر، فايه حطيناها متلجة يعني. وبعد كده ايه، قلبناها كويس مع بعض قلبناها كويس مع بعض، وهنسيبها بعد كده تتسبك. هنسيبها تتسبك بقى. بعد كده بقى اقول لكم على الخلطة بعدين. شطورة يا رودي. انا هنا بقى حطيت بصلايه تتشوح، فما بحمرش البصل. زي ما انتم عارفين بقى كده في الوصفات اللي عدت. ايوه هنحط بقى. وبعدين بروح حطيت القوطة. طبعا القوطة بقى دي على حسب الكمية، فما تحطوش قوطة كتير عشان الأكل يطلع مسكر وجميل يعني. فهي بصلاية، وانا عاملة تقريبا كيلو بطاطس عليه أقل من نص كيلو قوطة. وتبلتها بقى طبعا بالتوابل اللي انتوا عاوزينها كلها حطوها. انا حطيت ملح وفلفل وكمون. ملح وفلفل وكمون ومرقة دجاج. قلبتهم بقى مع بعض وهسيبها بقى لحد ما تتسبك. علشان انزل بقى بيها بالشوربة، وبعد كده بالبطاطس. هنا بقى كنت حطيت معلقة توم بفلفل حراق. التوم مع الفلفل بيدي للبطاطس طعم تحفة. فطبعا انتوا مش عايزين تحطوا الحراق ما تحطوش، بس بيدي يعني الفلفل ريحة حلوة للأكل. وكمان الحاجة الحراقة بتدي يعني هو مش حراق قوي، بس يعني بتدي طعم كده للأكل. يعني الحاجة الحراقة دي بتخليك كده، يعني الواحد كده يبقى ليه نفس ان هو بياكل كده. واللي مش بيحب الحراق خلاص. هنا بقى كنت بعمل في الرز، بيتحط بقى كل حاجة على عين. وهنا بقى كانت خلاص الصلصة اتسبكت اهيت بتاعة البطاطس. وادي بقى كده الرز. فكنت بقى واقفة عمالة اعمل بقى لوحدي وبصور لوحدي، وكانش في حد موجود اصلا معايا. فالحمد لله، الله المستعان يعني. فالمفروض بقى تحطوا لي بقى لايكات كتير على الفيديو، وتشتركوا في القناة اللي ما اشتركوش. الناس اللي بتخش تتفرج وتطلع فياريت يشتركوا. لاني بتعب بجد والله في القناة ديت. فيا رب يجعلها فتحة خير يا رب كده، اللهم امين. هنا بقى كنت عامله احمر في الشعريه عشان الرز. وبعد كده قلت لا، ما يعني خلصت بقى الرز، وقلت بقى هعمل بقى البطاطس، نقشر البطاطس. بعد كده بقى قشرنا البطاطس. لسه ما اتقشرتش. الطباخ الصغير يا جماعه هي اللي دايما بتبقى ملازماني في المطبخ وتبقى واقفه معايا. فدي الطباخ الصغير وبتبقى حافظه انا بعمل ايه. ايوه، ده كمان ممكن اعرف اعمل محشي. لا 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 لا، مش للدرجه دي بقى يا رودي لا بقى. اعرف. مش للدرجه دي. لا اعرف. وممكن اعرف اعمل مكرونه بشاميل كمان ممكن يا جماعه، لا ده اعرف. احنا لازم نفتح لها قناه. يعني لازم نفتح لرودي قناه يا جماعه. ممكن اعرف اعمل رز بسمتي كمان ده انا ما ممكن. بجيبوش يا رودي. ممكن اعرف اعمل احنا كفته. مقاطعين الرز البسمتي. ممكن اعرف اعمل كفته وايه تاني؟ ومكرونه. لا يا جماعه، يبقى انا كده هفتح لها قناه وتابعوها فيها يعني. ده كده بتعمل كل الاكلات. كده هتغلبني بقى. هنا بقى كنت خرطت البطاطس، وبعرف فانا اعمل بوريكم رز. بقى هنا البطاطس المكعبات اللي انا بعملها. فانا بعملها مكعبات يعني كبيره كده مش صغيره عشان ما تتهريش. كمان الكبيره كده بيبقى شكلها حلو على فكره. بتبقى شكلها حلو كده وكيوت، وكمان بعرف وكيوت. اعمل رز. ماشي شطوره. هنا بقى كنت ايه عماله اخرط بقى في البطاطس. كنت بتسلى معاكم يا جماعه، كنت بتسلى. كنت قاعده بقى لوحدي وما كانش في الا رودي، كانت في الحضانه وجت وانا بعمل. فكنت بقى قاعده بقى فتحت الكاميرا كده. وقلت بقى لا، انا هعمل كل حاجه كده قدامهم عشان اتسلى كده ولا حاجه تسليني. واوريهم بقى تقطيعه البطاطس، واوريهم بقى حجمها. تبقوا مشتركين معايا في كل حاجه. شايفين بقى كده البطاطس اهيت. انا كده كنت خلاص خرطتها وغسلتها. انا بغسل البطاطس اول ما بقشرها، وبغسلها كمان بعد ما بغسلها بعد ما بخرطها كمان، عشان يعني بيبقى النشا اللي فيها ده بينزل. فاضمن بقى ان الصلصه تبقى لونها احمر كده وجميل بقى، ما تبقاش منشيه بقى كده ولا مبيضه ولا اي حاجه. وكنت جبت بقى الملوخيه، حطيتها في كيس من بتاع المكرونه او الرز. اي الاكياس دي بتبقى بجد كنز كنز يعني، موجود عندك كده انك تستغليها في تخريط الملوخيه.
هنا بقى كنت خلاص هسقط بقى البطاطس في الصلصه، كانت غليت بقى وحطيت لها بقى طبعا الشوربه بتاعتها وغليت. فهحطها بقى كده ايه، ياخدوا يدوا كده مع بعض كده بشكل ودي كده. حلوه صح، حلوه بشكل ودي. تمام. شايفين بقى اللون والجمال بجد، يعني انا مش عارفه يعني الحمد لله ان ربنا انعم عليا بنعمه الاكل الحلو، يعني ان انا بعرف اعمل اكل حلو. هنا بقى كنت نزلت عليها باللحمه، انا ما نزلتش باللحمه مع البصل لان اللحمه كانت دابت، فما كانتش هتستحمل ان هي تقعد مع بصل وتقعد في قوطه وتسبيكه وتقليب، ما كانتش هتستحمل. فانا هنا حطيتها ايه مع في الاخر، يعني هي كده هتاخد بقى كده تشرب بس من الصلصه مع البطاطس، حاجه بسيطه، والبطاطس كده كده ما بتاخدش وقت اصلا يعني. وبعدين انا كمان ما بسويش البطاطس قوي، انا بخليها 3/4 سوا، على ما تيجي بقى تغرفي ومش عارفه ايه وكده بتبقى خلاص هي استوت، بتبقى كده يعني حلو سواها كده بيبقى حلو. هنا بقى طبعا كنت عماله اخرط في الملوخيه، بجد جربوا الملوخيه في الكيس والله العظيم بجد هتدعوا لي. اولا نظافه، ما ببهدليش الدنيا، ثانيا بتتخرط بسرعه اسرع بكتير من لما تعمليها على صينيه او على قطاعه او رخامه ولا اي حاجه، بجد جميله جدا. فشايفين بقى هنا بتخلص بسرعه وكمان الكيس ده ما بيتقطعش على فكره، اللي هو بتاع المكرونه او الرز ما بيتقطعش، واحلى من الكبه. لأ انا بصراحه بحب الملوخيه اللي متخرطه بالمخرطه، احلى بكتير من اللي معموله في الكبه يعني. بس فهنا بقى كانت خلاص يعتبر اتعملت. شايفين انا بقى هنا بقطع الكيس عشان اوريكم ان هي اتعملت بكل سهوله وبكل سرعه يعني، بس مش باين قوي لان انا طبعا كنت قلبه الكاميرا فما كانش باين قوي يعني. هنا بقى حطيت حبه شوربه صغيرين، انا الكميه دي كانت نص كيلو ملوخيه، فطبعا انتوا عارفين ان الملوخيه دلوقتي بتيجي الورق بتاعها صغير وكمان العروق بتاعتها كلها بتبقى طينه، فده كله بياخد في الوزن. فانا عملت نص كيلو الملوخيه دول وحطيت لهم الشوربه دول بتاع حوالي طبق شوربه او طبق وشويه شوربه، طبق ونص كده. حطيت لهم بقى ملح، حط نص قالب مرقه دجاج. وطبعا انا بوريكم ان اللي في الشوربه ده بصل يا جماعه بتاع الشوربه. نزلت بقى بالملوخيه، شايفين بقى لونها وجمالها ما شاء الله عامله ازاي. شايفين؟ عايزين الملوخيه تبقى لونها اخضر وجميل كده، وقت ما تجيبي الملوخيه تغسليها وتقطفيها وتخرطيها، يعني في نفس الوقت ما تسيبيهاش تتاكسد من الجو، لان لما بتقعد بتتاكسد وبتسود، فما بتيجي تعمليها هتبقى غامقه، لكن لما بتجيبيها في نفس الوقت اللي انت هتعمليها فيها بتبقى لونها اخضر وجميل كده، حتى لو باتت معاكي بتبقى لونها يعني نفس اللون بيفضل موجود، ما بيتغيرش خالص. شايفين بقى عامله ازاي؟ ودايما حاولوا للبنات اللي بتتعلم اللي بتيجي تعمل الملوخيه تحط شوربه صغيرين، ولو احتجتي تاني تحطي. هنا بقى كانت خلاص البطاطس تعتبر خلاص 3/4 سوا اهي. فانا بقى ايه سبتها، قلبتها بس الاول وهسيبها بقى كده خلاص، هطفي عليها وهسيبها اهي لحد بقى ايه ما اخلص بقى بقيه الملوخيه واغرف بقى بقيه الاكل، هيكون بقى ما شاء الله تمام كده قوي. حتى لو بات منك طبق ولا حاجه مش هي ما تيجي تسخنيه تاني مش هتبقى مهريه بقى وعجين، لا هتبقى ماسكه نفسها وحلوه. فكل الخضار اللي بياخد اللي ما بياخدش سوا يا ريت تعملوه كده، زي القلقاس وزي الكوسه، وفي اكلات كده بتبقى مش عايزه سوا كتير، والمكرونه. هنا بقى كنت حطيت توم وحطيت زبدة عشان اشوحهم، وحطيت معلقة صغيرة، اللهم صل على النبي، كزبرة. كزبرة يا جماعة فكروني، كزبرة ناشفة، فكروني خليكم معايا كده ودماغكم كده شغالة. شايفين بقى عاملة ازاي؟ تتحمر بقى كده مع الزبدة بقى كده، ولونها بقى كده يبقى لونه ذهبي، بلاش تغمقوها عشان برضو الملوخية ما تغمقش وتمرر، فهو لون الذهبي ده جميل اهو. شايفين عاملة ازاي؟ ما شاء الله لونها بقى كده جميل جدا اهو، اخضر خالص. شايفين عامله ازاي؟ ولا ريحتها يعني البخار ده حاجه كده طالعه كده عليكي بريحه تجنن. شايفين بقى شكل البطاطس عامل ازاي مع اللحمه والرز ابو شعريه. شايفين بقى الملوخيه والاكل وجماله عامل ازاي؟ شايفين الحلاوه؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك. كانت اكله تحفه يا جماعه بجد، حاجه كده يعني ما شاء الله اللهم بارك. قولي لي بقى ايه رايكم،
ولو عجبتكم بقى الوصفة جربوها وقولوا لي رأيكم فيها ايه والاكل شكله ايه. ومع الف سلامة.